هو حكم الفار. نأتي للحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 17 من زمن المباراة، وهو هدف النصر الأول. هدف النصر الأول كانت فيه مخالفة على مدافع نادي النصر الذي قام بدفع لاعب نادي التعاون في منتصف ملعب نادي النصر، وارتدت الكرة وتم تسجيل منها هدف. هنا كان مفترض على الحكم عبد الله الشهري اللي هو حكم الفي آر استدعاء الحكم ومشاهدة المخالفة التي حدثت هنا، عملية الدفع لاعب نادي التعاون والدفع باليدين الاثنين، وبالتالي كانت في مخالفة على لاعب نادي النصر قبل تسجيل الهدف. وكان مفترض حكم الفي آر يستدعي الحكم لمشاهدة الحالة وإلغاء هدف نادي النصر الأول اللي كان في الدقيقة 17. طب خلينا أبو فهد بس، خلصت الحالة دي؟ أي نعم. كابتن سمير رأيك فيها؟ اتفق تماما، في دفع من لعيب نادي النصر، دفع غير مبرر بصراحه من لعيب رقم 18، غير مبرر من لعيب نادي النصر. المفروض كان الحكم في حكم الفار الاي بي بي، الناس خلاص كلها عارفاه، لحظه بناء الهجمه لازم يرجع في كورتين، يا ركله جزاء يا احراز الهدف، بيرجع لحظه بناء الهجمه. هنا لحظه بناء الهجمه بالرغم انه مش مشترك، انما لازم يرجعه ويرجع يحتسب ركله حره مباشره على لاعب نادي النصر، وبالتالي الغاء الهدف. ابو فهد، هدف غير شرعي؟ هدف غير شرعي نتيجة المخالفة اللي حدثت في قبل بداية أو بناء الهجمة لنادي النصر. طيب بناخذ بعد شوي تعليقات من زميلنا محمد العنيسي.